طيب هو هنا بيقول لك إيه، بيقول لك إن الجلايكول ما بيتبخّرش زي الميثانول، الميثانول نتيجة إن هو خفيف فبيتبخّر، إنما الجلايكول نتيجة إن هو تقيل فما بيتبخّرش عند الظروف الطبيعية، وكمان بيقول لك إن الجلايكول ما بيدوبش في الliquid hydrocarbon زي الميثانول، يعني الميثانول سهل إن هو يدوب في الliquid hydrocarbon. طب أنا دلوقتي لو عاوز أزوّد الsolubility بتاعة الجلايكول في الliquid hydrocarbon هاعمل إيه؟ هابدأ إن أنا أزوّد الmolecular weight بتاعه، هابدأ إن أنا أزوّد من درجة الحرارة، هابدأ إن أنا أزوّد من الconcentration بتاع الجلايكول في الwater glycol mixture. يعني إيه الكلام ده؟ وهنا بيقول لك إن أنا بيكون عندي أكتر من نوع من أنواع الجلايكول زي ما إحنا هنشوف قدّام. الأنواع دي بتستخدم بالتفاوت، يعني ممكن مثلًا يكون في شركة معيّنة بتستخدم النوع الأولاني وفي شركة تانية بتستخدم النوع التاني وهكذا. الكلام ده بيكون بناءً على إيه؟ بيكون بناءً على الحاجات اللي هُم بيكتبوها ونسبة المَيّة وحاجات كتير جدًا. يبقى بناءً على الأنواع بتاعة الجلايكول في نوع بيدوب في الliquid hydrocarbon بشكل كبير، في نوع بيدوب بشكل قليل شوية. ديّة حاجة. الحاجة التانية هي الtemperature، إن درجة الحرارة لمّا تبدأ إنها تزيد تقدر تقول عليها كده إن درجة الحرارة دي بتبدأ إنها تمركز الجزيئات في بعض، فنسبة إن الجلايكول يدوب في الliquid hydrocarbon بتبدأ إنها تزيد. طب إيه الحاجة التانية؟ هي إن أنا دلوقتي لمّا هيكون عندي pure glycol غير لمّا يكون عندي rich glycol. rich بإيه؟ rich بالمَيّة. يعني مثلًا لو أنا عندي glycol نسبته 100% وعندي glycol تاني نسبته 50%. مين فيهم هيدوب في الliquid hydrocarbon بشكل أكبر؟ طبعًا اللي النسبة فيه بتكون 100% هيكون أحسن من اللي النسبة فيه 50%. ليه؟ لإن المَيّة وجودها مع الجلايكول تقدر تقول عليها كده إنها إيه، بتمنع إن هو يدوب في الهيدروكربون. طبعًا المَيّة مركب قطبي والهيدروكربون غير قطبي، فالجلايكول لمّا بيكون لوحده بيتصرف كمادة عضوية أو غير قطبية، فبيدوب في الغير قطبي اللي زيه اللي هو إيه، اللي هي المواد العضوية الliquid hydrocarbon. إنما لمّا الجلايكول نفسه بيتفاعل مع المَيّة نتيجة إن هو فيه مجموعة OH فبيقدر إن هو يدوب في المَيّة والمَيّة تدوب فيه والكلام ده، فنتيجة كده بيتصرف كإنه مادة قطبية، فالsolubility بتاعته في الliquid hydrocarbon بتبدأ إنها تقل. ده يعني التفسير العلمي ليه. طيب خلّينا بقى دلوقتي نتكلم ونقول إن أنا دلوقتي عندي تركيز معين للجلايكول بتاعي، ماشي؟ زي ما إحنا شايفين طبعًا أنا عندي أنواع كتير من الجلايكول، عندي حاجة اسمها الإيثيلين جلايكول، ماشي، أو الmono إيثيلين جلايكول، وعندي حاجة تانية اسمها الDi إيثيلين جلايكول، دي طبعًا على حسب المجموعات بتاعة الCH اللي موجودة في الجلايكول بتاعتي. عندي حاجة اسمها الTri إيثيلين جلايكول، عندي حاجة اسمها الTetra إيثيلين جلايكول. المفروض طبعًا إن الكلام ده بيكون مترتب من الصغير للكبير، يعني الmolecular weight بتاع الإيثيلين بيكون أقل، وطبعًا طول ما أنا نازل لتحت الmolecular weight بيبدأ إن هو يزيد، وكذلك برضه الكثافة بتبدأ إنها تزيد، ففي الحالة دي الsolubility في الهيدروكربون بتبدأ إنها تزيد، تمام؟ طيب هو هنا بيقول لك إيه، بيقول لك إن أنا دلوقتي عند concentration معين للجلايكول، وبيكون عندي هنا درجة الحرارة بتاعة الجلايكول بتاعي. فهو هنا بيقول لك إيه، بيقول لك دلوقتي لو أنت مثلًا عندك إيثيلين جلايكول، ماشي، الإيثيلين جلايكول ده زي ما إحنا شايفين هنا كده بيكون ليه curve معين، وكذلك برضه هنا بيكون ليه curve معين مكمّل معانا هنا كده. هو هنا عايز يقول لك إيه، هو عايز يقول لك هنا هو التركيز بتاع الإيثيلين جلايكول أو أي جلايكول موجود هنا بيفرق معايا في درجة التجميد بتاعته والّا لأ؟ لإن طبعًا أنا دلوقتي بيكون الpure جلايكول ليه درجة تجمُّد معيّنة، بيتجمّد يعني عند درجة حرارة معيّنة. طب هل لمّا يكون في مَيّة هيتجمّد عند درجة حرارة أكبر والّا أقل؟ هو المفروض دلوقتي هنا بيفترض إن الglycol concentration هنا 0، ماشي، ونتيجة إن هو 0 فهو دلوقتي نتيجة إن هو 0 يبقى إيه اللي موجود؟ يبقى الموجود هو عبارة عن مَيّة، لإن هو دلوقتي أنا عندي mixture من المَيّة ومن الglycol. ففي الحالة دي طول ما أنا ماشي يمين التركيز بتاع الglycol بيبدأ إن هو يزيد، والتركيز بتاع الglycol بيبدأ إن هو يقل نتيجة إن أنا ماشي شمال. طب وأنا ماشي شمال نسبة الglycol بتبدأ إنها تقل، بس إيه اللي نسبته بتبدأ إنها تزيد؟ نسبة المَيّة هي اللي بتبدأ إنها تزيد. عشان كده لو لاحظنا إن أنا عندي هنا الإيثيلين جلايكول أو الداي إيثيلين جلايكول أو التراي إيثيلين جلايكول أو التراي أو التترا إيثيلين جلايكول اللي هم ال4 دول. لو نلاحظ هنا إن الconcentration بتاعهم عند الزيرو هنا هو 0،
يبقى معنى كده إن دول عبارة عن pure water مَيّة بس، ففي الحالة دي المَيّة بتبدأ إنها تتجمد عند درجة حرارة 32 فahrenheit. طيب هو أنا لمّا هابدأ إن أنا أزوّد التركيز بتاع الجلايكول في المَيّة، هل المَيّة هتبدأ إنها تتجمد عند درجة حرارة 30؟ لأ طبعًا، هتبدأ إنها تتجمد عند درجات حرارة أقل. ودي نفس فكرة بالضبط المَيّة اللي هي موجودة في الرادياتير بتاع العربية، لمّا أنا باضيف عليها الجلايكول، المَيّة بتاعة الرادياتير بتاعة العربية هي ما بتبقاش pure مَيّة، هي بتكون عبارة عن جلايكول بنسبة مَيّة معيّنة 70% 80% على حسب النسبة ديّة بتكون كام. طيب هي دلوقتي النسبة ديّة تعمل لي إيه؟ يعني إيه المفيد لمّا أنا يكون عندي مَيّة أضيف عليها جلايكول؟ الجلايكول لمّا أنا هاضيفه للمَيّة، هيبدأ إن هو يقلل من درجة الحرارة بتاعة التجمُّد بتاع المَيّة، فلو أنا باستخدم العربية ديّة عند طقس قارس شوية، فالمَيّة ديّة مش هتتجمِّد منّي، ديّة رقم 1. رقم 2 هي إن أنا دلوقتي لمّا برضه هاضيف الجلايكول على المَيّة، فدرجة الغليان بتاعته هتبدأ إنها برضه تزيد شوية، بمعنى آخر إن أنا لمّا هيكون عندي مَيّة محطوط عليها جلايكول، ففي الحالة دي المَيّة مش هتبدأ إنها تتبخّر عند درجة حرارة اللي هي celsius عند الضغط الجوي، لأ هي ممكن تتبخّر عند درجة حرارة أكبر من كده، نتيجة إن أنا ضايف عليها الجلايكول بتاعي. فأنا دلوقتي قدرت إن أنا أستفيد بالجلايكول إن هو لا إما يزوّد لي من درجة غليان المَيّة، لا إما يقلل لي من درجة التجمُّد بتاع المَيّة على حسب الapplication بتاعنا. ففي الحالة دي زي ما إحنا ملاحظين إن طول ما الconcentration بتاع الجلايكول بيبدأ إن هو يزيد، طول ما أنا ماشي يمين كده، هنلاقي إن الدرجة بتاعة التجمُّد بتاعة المَيّة بتبدأ كمان إنها تقل زي ما إحنا شايفين. ففي الحالة ديّة برضه بتساعدني إن أنا باخلّي الhydrate formation temperature تكون قليلة بشكل كبير جدًا، ففي الحالة ديّة الhydrate مش هيتكوّن معايا. ده بالنسبة للكيرفات اللي موجودة هنا زي ما إحنا شايفين. طيب once بقى إن أنا زوّدت الconcentration عن ال50 وال60 والكلام ده كله، فالحالة دي بقى مين السائد هنا؟ بقى اللي سائد هنا هو الجلايكول مش المَيّة، في الحالة دي نسبة المَيّة عمّالة تقل، فهنلاحظ في الحالة دي إن بدل ما الجلايكول بتاعي كان بيتجمد عند -30 و-40 نتيجة إن أنا مخلّي التركيز بتاعه مثلًا 50% والكلام ده، لمّا هابدأ إن أنا بقى أزوّد تاني التركيز بتاع الجلايكول بتاعي، هنلاحظ إن هو بدل ما الfreezing point بتاعته كانت -40 والكلام ده، هتبدأ إنها تزيد تاني ماشي. طبعًا هنلاحظ إنها بتزيد جامد في حالة الTreg أو اللي هو إيه الtetra ethylene glycol. عشان كده في الحالة دي إحنا نقدر نقول إن في بعض الأحيان أنا مش هاقدر إن أنا أستخدم الTreg أو الTriethylene glycol لإن هو لمّا بيكون موجود بconcentration عالي، درجة التجمُّد بتاعته بتكون عالية شوية. بمعنى آخر لو أنا موجود في طقس بارد شوية ممكن يلاقيه اتجمد أصلًا منّي، لو التركيز بتاعه بيكون كبير شوية ماشي. إنما الDiethylene glycol أو الMonoethylene glycol أو الTriethylene glycol نقدر نقول إن درجة التجمُّد بتاعهم تكون أصغر شوية من التترا إيثيلين جلايكول. ده هو اللي هو عايز يقوله هنا يعني في الجراف اللي موجود قدامنا ده. طيب وبناءً على كده أنا لازم أكون عارف هو الconcentration اللي أنا باضيفه من الجلايكول بيكون كام؟ يعني هل أنا مثلًا لمّا هيكون عندي إيثيلين جلايكول أستخدم تركيز 99% زي اللي مكتوب؟ الله أعلم، الله أعلم بناءً على إيه؟ بناءً طبعًا على حاجات كتير جدًا يعني بتدخل فيها الdesign نفسه بتاع الoperation اللي شغالة. يعني مثلًا هو أنا بانتج بريت كام؟ الflow rate نفسه بتاع الغاز اللي أنا بانتجه كام؟ نسبة المَيّة اللي فيه كام، حاجات كتير جدًا يعني. طيب ديّة factor بيأثّر معايا، هل في حاجة تانية بتأثّر معايا؟ أكيد طبعًا. إيه هي الحاجات ديّة؟ هو أنا مثلًا لمّا هاستخدم ethylene glycol زي ما هاستخدم triethylene glycol؟ أكيد طبعًا لأ. لإن طبعًا ممكن يكون التأثير مثلًا زي ما إحنا شايفين قدّامنا هنا، لو جينا مثلًا بصّينا على شكل زي ده، هنلاحظ مثلًا إن الethylene glycol مثلًا لو جينا بصّينا على النقطة دي، الethylene glycol لو التركيز بتاعه مثلًا 38% هنلاقيه إن هو متجمد عند درجة حرارة -10. طب بالنسبة للdiethylene glycol إمتى بيتجمد عند درجة حرارة -10؟ لمّا التركيز بتاعه يكون مثلًا حوالي 46%. بمعنى آخر إن نوع الجلايكول اللي أنا باستخدمه بيفرق معايا في
الfreezing point بتاعته، وكمان بيفرق معايا في الconcentration اللي أنا هاستخدمه، ده اللي هو عايز يتكلم عليه هنا يعني بالضبط. يبقى بالتالي الsolution اللي أنا باستخدمه من الجلايكول هتلاقيه مثلًا بيتراوح من 60% ل80%، وده مش هيعمل لي freezing للجلايكول اللي أنا باستخدمه، ماشي. وفي بعض الأحيان الأخرى لمّا كمية المَيّة بتبدأ إنها تزيد، ففي الحالة دي بابدأ إن أنا أستخدم جلايكول التركيز بتاعه بيكون أكبر من كده، بحيث لمّا أنا هاضيف الجلايكول ده على الغاز، فنسبة المَيّة اللي هو شايلها هتبدأ إنها تزيد، فالconcentration بتاع الجلايكول نفسه هيبدأ إن هو يقل للكميات دي اللي هو 60% و50% والكلام ده، ففي الحالة دي برضه مش هيتجمد معايا. يعني هو ده باختصار الموضوع بيتم إزاي، يبقى أنا محتاج إن أنا إيه، أخلّي الconcentration بتاعي في الrange ده بالضبط. طبعًا في الpractical ممكن تلاقي إن الconcentration اللي أنا باضيفه بيكون أكبر من كده بكتير، بحيث زي ما إحنا قُلنا قبل كده، هو بيكون أكبر من كده ليه؟ لإن أنا لمّا هاحقنه هيبدأ إن هو يتخلّط مع المَيّة، فالconcentration بتاع المَيّة هيبدأ إن هو يزيد، فالconcentration بتاع الجلايكول هيبدأ إن هو يقل للrange اللي موجود عندي ده، فمش هيتجمد في الحالة دي، ماشي. طيب يبقى أنا دلوقتي لمّا هاضيفه المفروض إن الconcentration ما يقلش عن 60%، ولكن في بعض الأحيان برضه بيبدأ إن هو يقل، ممكن يوصل ل50%، وده طبعًا بيكون على حسب طبعًا درجات الحرارة اللي بتكون موجودة عندي، هل بالنسبة لي ال50% ده acceptable والّا لأ. طيب